السلام عليكم، ان شاء الله كامل راكم لاباس وفي صحه جيده. يجيكم هذا الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال يا رب. طاجين البسباس من اروع الطواجن اللي ممكن تجربوهم. الطاجين هذا يديروه بزاف يوهرن بالطريقه هذه، عجبني بزاف، قلت لازم نشاركه معاكم. لهنا نحطوا كسرونه، نحطوا فيها الزيت ونخليها تسخن مليح، ولا اصلا يطيب في الطاجين كما راكم تشوفوا. كيس دجاج ولا اي حاجه عندك، كويس واحد زوج ولا طرف اللحم، لازم نقليه من الجهتين يحمر باش يمد بنا في هذيك لاصوص، وباه العصاره تاعو ما تخرجش من بعد. نكمل نقليه في عقلو. كي شتو تحمر نجيب حبه بصله متوسطه ونحط البصله، نحاول ثاني نقلي البصله جيدا مع داك الطرف تاع الدجاج حتى تذبل معايا البصله. شوفوا البصل كيفاش شويه ذبالت. من بعد نخازي لهنا زوج سنات ثوم، ما نكثرش، ديري زوج سنات برك، ونكمل نقليها مع الدجاج. نضيف عليهم ملح، زنجبيل، كركم، توابل الدجاج، وهذاك لي زيبيس هذوك التابل هذاك الخضر يديروه في الطواجن في لي غراتان هكا. من اروع، يعني هذا الحرور هذا اللي شريته هايل. من بعد نجيب حبيبتي لهنا تقريب 150 غرام ولا 100 غرام زيتون. انا ما نغليهش في الماء الزيتون، لانه كنت غليه في الماء هذيك البنه تاعو كامل تروح. يعني نحطه في الماء بارده، شاك فوا نبدلو واحد الخمس مرات ولا ستة، ولا نبقى نبدلو في الماء حتى الملوحيه تتنحى. من بعد نكمل نقليه ثاني شويه مع داك الطرف تاع الدجاج ونمرق. كما تعرفوا الطواجن لازم المرقه تاعو ما تكونش بزاف هكا، ونغطي عليه نخليه يطيب على نار قليله حتى الدجاج تاعي يطيب لي كامل 100%. من جهه اخرى نجيب مقله نحط عليها المرصوصه تاع الزبده. درت زبده البنات، ما درتش مارغرين، تحبي ديري ديري. عندي لهنا 3 حبات بسباس غسلتهم مليح، قطعتو هكا كل وحده قطعتها على 4. نحاول نحمرو من الجوايه كامل في هذيك القطره تاع الزبده. راك تشوفي كيفاش نحمرو، مش تحمريه بزاف حتى يولي مارون، ولكن شويه يتكرمل. نكمل نقلب فيه هكا حتى يتحمروا لي الجوايه كما راكي تشوفي. نحركو غير شويه باش لافورم تاعو ولا الشكل تاعو ما يخسرليش. من جهه واحده اخرى عندي لهنا زوج حبات تشينا، وحده نقصها هكا طرونش، انا راح ندير نصها برك باش نزين بهم الطبق تاعي، ووحده نحط عليها العصير تاعها نحطو مع البسباس. وما تخافيش وما يجيكش حلو لهنا، يجي طعم ولا اروع. خفتي ما حبيتيش ياكلوه ولا حاجه، عوضي بالقارص ولا بالتفاح. صدقيني من اروع الطواجن اللي ممكن راح تجربيهم، بنا مش نورمال هايل. نجيب لهنا ثاني نص حبه قارص ونقصها هكا كما راكي تشوفي، باش نحطها حتى هي مع التشينا باش تكسر هذيك الحلاوه. نرجع للمقله تاعي ونعصر الحبه تاع التشينا غير هكا برك بيدي، ما نعصرهاش كامل، غير يهبط هذاك الجو برك مع البسباس. شوفي ما تخافيهاش حبيبتي، راهو من اروع الطواجن اللي ممكن تجربيهم. ما حبيتيش ديري التشينا ديري القارص كيما قلت لك والبسباس. درك هذا العراف هذو تاعو راح يطلقوا بنه هايله، نزيدهم باش يطلقوا البنه تاعهم، ونص حبه تشينا نص برك. شوفي قصيتو هكا وحطيتو زينت به مع البسباس، ونزيد هذاك النص تاع القارص ونغطي عليه ونخليه مدة 20 دقيقة حتى شوية البسباس يذبل شوية، وهذا لي طرونش تاع القارص والتشينا يذبلوا حتى هما. قبل هذا نجيب مغرف تاع لاصوص هذيك اللي طيبت فيها الدجاج،
ونحطها على البسباس، نغطي عليها على نار هاديه ونخليه. ندير نفس التوابل اللي درتهم في لاصوص تاعي في المرق تاعي، نرشهم من الفوق وننقص ونخليه في غرضو. وها هي النتيجة من أحسن وأروع طواجن تاع البسباس اللي رايحة تذوقيهم في حياتك. يهبل لهنا هذو لي طرونش تاع البطاطا كنت قليتهم وحدهم، ضفتهم مع الطاجين، صدقيني بنة لا تقاوم. نتمنى تسييه وتنجحي فيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.